اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة هعمل لكم طريقة الميني بانكيك، ومقاديرنا هي كوبايتين حليب، معلقة خل، كوبايتين دقيق، معلقة بيكنج باودر، كيس فانيليا، معلقتين سكر مطحون، بيضاية، 3 معالق زبدة مسيحينهم. ودلوقتي دفينا الحليب. طبعا البانكيك بيتعمل اصلا بلبن رايب، فاحنا هنروبه دلوقتي. نحط معلقة خل على اللبن الدافي وهنقلب كده كويس. ودلوقتي هنحط 3 معالق زبدة، وهنحط البيضاية، معلقتين السكر، وهنضربهم كويس ونتأكد ان البيض طبعا ما تكتلش ولا كده. نقلب كويس كده بالطريقة دي. ممكن طبعا نستخدم مضرب يدوي المتوفر عندنا طبعا. ودلوقتي بندخل بقى كوبايتين الدقيق، وحطينا معلقة البيكنج باودر وذرة ملح، ونقلبهم كده بالراحة عشان الدقيق ما يخرجش برا البولة بالشكل ده. طبعا هي اسرع واجمل طبعا من الجاهزة، وكفاية ان احنا بنحضرها بايدينا لاطفالنا. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ولايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد. وهنستمر في تقليبهم كده. بص قوامها ابتدى ان هو يتقل. نحط كيس الفانيليا ونقلب كويس. ودلوقتي حضرنا طاسة كده سخنة على النار، وجبنا كوباية كده ليها زي بوز شوية ونحطينا بيها. مفيش كوباية برضو ليها بوز، ممكن عادي مغرفة المتوفر عندنا. طبعا هي متاخدش دقيقتين اصلا على النار. اول ما تعمل فقاقيع كده من على الوش زي ما انتوا شايفين، هنقلبها على الوش التاني على طول، ومن الناحية التانية كمان ما بتاخدش ثواني. وبنقلبها كده بالطريقة دي كده بالراحة. دلوقتي هوريكم الوش التاني. بصوا يدوبك بيبقى لون دهبي بسيط جدا. هوريكم كده مرة تاني. طبعا عملنا كمية كبيرة جدا. انا طبعا اختصرت لكم الفيديو عشان مطولش على حضراتكم، وهوريكم بقى عمل كمية قد ايه. طبعا بكوبايتين الدقيق عملنا كمية كويسة. هتشوفوا كده معايا قد ايه. ايه رأيكم؟ بص حلوة ازاي، اسفنجية وجميلة وطرية ولونها ذهبي. ودلوقتي بقى ممكن نقدمها بطرق كتير جدا. ممكن نحط نوتيلا، ممكن نحط صوص توت، ممكن مثلا يعني نقدمها مع زبدة بس الصبح نفطر بيها ونفطر بيها اطفالنا. هي جميلة جدا وطعمها لذيذ قوي. دلوقتي حطينا بس حبة سكر بودرة، ونحط صوص شوكولاتة. ايه رأيكم؟ بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا وطعمها لذيذ قوي. جربوها هتعجبكم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تعجبكم وصفاتي، ويا ريت تدعموني عشان اعمل لكم فيديوهات اكتر.